مغربيه اللي في عمرها 84 عام تعرضت للاغتصاب من طرف ولجارتها اللي في العشرينات من عمره. السيده كل ليله كتوضا وكتصلي وكتبدا تشهد باش في حاله ما جاتها الموت على غفله تلقاها واجده، ولكن ليله الحد وعلى غير عادتها من بعد ما كتوضا وكتصلي وكدير هادشي كامل كتفاجئ بان الدري داخل عليها وهو سكران او كيتعدى عليها. قبل منها فاطمه اللي في عمرها 82 عام حتى هي تغتصبات. وفي الحقيقه هاد العيالات كاملين اللي كتشوفوهم ومنهم اللي ما كتقدر لا تشوف ولا تسمع مزيان ولا عندها الجهد او الصحه تم الاغتصاب ديالهم من طرف شباب في العشرينات، لدرجه ان هاد المسنه اللي فايته 100 عام وكيديروا لها غير ليكوش حتى هي وقعت لها نفس الحاجه، اما هذه فاغتصبها نفس الشخصيه وبنتها وهو صفاها البنت. في 2021 اكثر من 24 الف مره مغربيه تعرضت للاغتصاب، و57% ديال العيالات اللي ما بين 15 حتى لكثر من 70 عام تعرضوا لنوع من العنف الجنسي. والسؤال هو واش هاد العيالات كانوا كيديروا الاغراء للرجال باللباس اللي كيلبسوه؟ واش فعلا الاغتصاب السبب ديالو هو اللباس ديال البنت؟ واش هذاك اللي اغتصب قطه حتى هي قالت له اجي عندي ونعس معايا؟ واش الرجال اللي كيتعداو على الحمير حتى هما نفس الحاجه؟ او ربما غير ربما جسين ان المشكل كاين في الوعي ديال الرجال اللي ما كيعرفوش الحدود ديالهم، وخاصنا نهضروا اكثر على هذه الظاهره هذه لانه حتى شي وحده في هذه ما كنظن ان المشكل كان عندها هو اللبس. إذا شفت اسم الله اعمل لايك ومتابعة للصفحة.